بعد اكتشافه من موقع البوابة قبيل سنة تقريبا، لم يظهر أي شخص غيري يتكلم عن هذا اللاعب، بالرغم من روعة مستواه الفني وقوة الفريق الذي يرتدي ألوانه. بالطبع أنا أتحدث عن اللاعب العراقي يوسف نصراوي، وفي هذا الفيديو سأريكم أهدافه ومهاراته وصناعاته، ولكم الحكم في الآخر. بعدها سأثبت لكم أنه لاعب رسمي في أكاديمية النادي الألماني، وليس بمتدرب أو لاعب هاوي. وفي الختام سأوجه رسالة أتمنى أن تصل إلى المعني بأسرع وقت ممكن. كل هذا وأكثر في فيديو اليوم، ولنا في الحديث بقية ما بعد الفاصل. اوكي، اول شي خلينا نتحدث عن مهارات اللاعب. وبصراحة انا في حيرة من امري من اين ابدأ ومن اين انهي بالضبط. فاللاعب متعدد المواهب ويمتلك اكثر من ميزة، وسأبدأ بالمهارة الاساسية التي يتميز بها هذا اللاعب، وهي الدربل العجيب والفواصل المهارية الناجعة باللعب. لمسته كلش حلوة على الكرة، وبمجرد النظر الى طريقة الدربل بديهيا تتذكر زيدان قبال. واوعدكم ان هذا اللاعب بعد 4 سنوات سيكون نجما عالميا تتقاتل عليه كبار الأندية. الميزة الثانية في هذا اللاعب هي الأسيستات الخارقة من نصف الملعب. لم يفعلها في مرة أو 2، بل دائما ما يفعلها. اسلوبه بالمراوغة فريد من نوعه وصعب جدا على المدافعين. سأضع لكم بعضا من مهاراته لكي تتأكدوا من كلامي. عبالكم خلصت؟ لا يا اخوان، انتم غلطانين. هذا اللاعب باستطاعته تسديد تسديدات صاروخية لا تصد ولا ترد، وهذا خير مثال. وأزيدكم من الشعر بيت، اللاعب بارع بالركلات الثابتة، وهو المنفذ الأول في فريقه في ذلك الاختصاص. وإن لم تقتنع بكل هذا، فسر لي لماذا تم منحه الرقم 10 وشارة القيادة. أخبرني يا هذا لعلنا نتحصل على جواب مفيد. من الجوائز التي فاز بها ولدنا العراقي هي جائزة اليورو يوت لأفضل لاعب في البطولة. فاشرح لي ووضح لماذا لا نراه في منتخب الناشئين. والآن تعالوا لأثبت لكم من الموقع الرسمي للبايرن أنه لاعب في فريق الناشئين، وليس بمتدرب أو لاعب هاوي. مثل ما تشوفون هذا هو موقع نادي بايرن ميونخ الرسمي، وسأضع لكم رابطه في الديسكريبشن لتتأكدوا. سنذهب إلى الفئات ثم إلى فئة الأندر 15، وبمجرد النزول قليلا سترى اسم لاعبنا العراقي ومواليده ما بين اللاعبين. والآن هل تيقنتم من كلامي أم ماذا يا هذا؟ اكتبوا لي بالتعليقات آراءكم بخصوص اللاعب. وما قبل الختام أود أن أناشد المعني لعل وعسى أن تصل الرسالة. يا مدرب الناشئين، لماذا لا تستدعي هذا اللاعب ولماذا لا تحاول إقناعه؟ يكفيك شرف المحاولة يا أخي، حتى وإن لم يوافق ليكن لك كل الاحترام لمحاولتك معه. فأتمنى منك أن تتحرك على هذه الموهبة وأن تحاول معه، لعله يوافق ويأتي ويرتدي قميص المنتخب. عزيزي المشاهد، لن أطلب منك لا لايك ولا اشتراك، فقط شارك الفيديو ليصل للمعني. صدقني يا عزيزي المشاهد، لا أريد أن أنتفع بقدر ما أريد أن أرى تلك المواهب مرتدية قميص العراق. فيلا مباشرة أريدك تروح تشير الفيديو، ويا ريت ترسلون المقطع للمعني شخصيا، سأكون ممتنا منكم كثيرا جدا. وبس، بيس اوت.